صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده تالت يوم بعد تمرينة الرجل والكور اللي عملتها امبارح دي، فحاسس ان كل حاجة واقفة في جسمي، بس لازم ننزل ولازم نتمرن. حس ان الحاجات دي في الاول كده بتبقى صعبة، طبيعي البدايات دايما في كل حاجة بتبقى صعبة، لكن مع الاستمرارية ومع الوقت كل ده بيكون سهل وبيكون عادي. يلا بينا. النهارده ان شاء الله عندنا تمرينة بول اب. انا مش قوي فيها اوي، بحاول ان انا اقويها عندي. سيبكم ونكمل التمرين. لو انت مبتعرفش تعمل عقلة زيي، في تمارين بتقوي عضلات الكتف عندك، فبتخليك ان انت مع الوقت ومع الاستمرارية فيها تخليك ان انت تعمل العقلة بعدد كبير وبشكل مظبوط. دلوقتي عملت 5 عدات تقريبا اللي قدرت عليهم، فهكمل بالحاجات التانية دي. ففكرة ان انت تسيب نفسك بس متعلق في العقلة دي لوحدها بتساعدك بعد كده ان انت تقدر تعمل عدات عقلة. التمرين التاني اللي يساعدك ان انت تطلع العقلة وهو التمرين ده. اوعى تستهون باي تمرين مهما كانت سهولته. انت لو بتعمل الضغط على الحيطة حاسس ان هي عبيطة، انا من كام يوم كنت بجرب بعملها فجبت فيها 250 عدة. انا حرفيا دراعي ما كنتش حاسس بيه، كان سخن بشكل ما كنتش قادر ارفعه ولا احركه من شدة التمرين يعني. فاوعى ابدا ابدا تستهون باي تمرين مهما كانت سهولته، خصوصا ان انت بتتمرن بوزن جسمك، مفيش اوزان ان انت تتمرن بيها. كده احنا عملنا تمرينتين، هنعمل تمرينتين كمان وهيكون ده سيستم النهاردة في التمرين ان شاء الله. استمر عليه. يلا بينا، بسم الله. واحد، كده خلصنا 3. التمرينة الرابعة وهي ان انت تتعلق في العقلة، تمسك العقلة وتمسك بايد واحدة بس، بتقوي عضلات الكتف عندك جدا. خلينا نشوفها بتتعمل ازاي. واحد، هتبقى بالشكل ده، تتعلق وتسيب جسمك على وزن ايدك ل3 ثواني 5 ثواني 10 ثواني انت وقدرتك. في تمرينة 5 هضيفها، وهي ان انت تمسك في البار وتهز جسمك بس. دي حاجات كلها بتساعد ان انت تعمل العقلة بعدات كتيرة. في ناس ما بتعرفش تعمل عدة واحدة بس، فدي التمرينة. كل اللي انا بعمله ده مستوى مبتدئ حرفيا. الحديث بيقول ايه؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. يعني أنا مبسوط إن أنا بتكلم عن حديث ودعاء زي ده. عارفين شعور إنك تكون داخل على موضوع كبير أنت مش قده،
موضوع انت مش عارف هيوديك فين واخره ايه وهيعمل فيك ايه، انت مش عارف في اي حاجة. بحس ان الدعاء ده اللي هو بجد انت بتحاول تدعي ربنا، بتقوله يا رب انا محتاج سند. الدعاء ده بيعيشك الشعور ده، بيعيشك ان انت في حد كبير في ظهرك ساند عليه. الدعاء هنا بيبدأ يا رب أعني على كل حاجة، أعني على الصلاة، أعني على الدعاء، أعني على نفسي، أعني إن أنا أواظب على التمرين، إن أنا أغير عاداتي، أعني على كل حاجة أنا عايز أعملها وفيها طاعة ليك يا رب. يا رب أعني على ده، يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. وبعد كده تيجي تقول ولا تعن علي. يا الله يا رب، يا رب ما تعنش عليا ظالم، ما تعنش عليا نفسي، ولا تخليني أضعف قدام نفسي وقدام اللي حواليا. عني دايما ان انا اكون قوي. وبعد كده كمل وقال وانصرني ولا تنصر علي. يا رب يعني الدعاء واضح جدا، واضح العمق بتاعه. هو يعني لو في فتنة في الدنيا، لو في صراع، يا رب انصرني على الصراع ده وما تخلينيش افتن بيه، وما تخليش الحق يبقى ضدي ويبقى عليا وتسلط عليا بذنوبي من لا يخافك ولا يرحمنا، وامكر لي ولا تمكر علي، وامكر لي يا رب. وهنا بيظهر بقى الدعاء للتدبير الخفي. يعني احنا كلنا بنمشي في الدنيا دي، محدش عارف ايه اللي هيحصل له بعد ثانية، محدش يعرف مين اللي بيمكر ليه. حتى الشيطان نفسه بيمكر ليك ولا بيعمل فيك ايه، محدش عارف اي حاجة من الحاجات دي. فانت بتدعي ربنا وبتقول له يا رب امكر لي ولا تمكر علي. بعد كده كمل وقال واهدني ويسر الهدى لي. نيجي لأجمل حاجة بحب ان انا ادعيها دايما كل اوقات. ساعات بنبقى عارفين ان الصلاة حلوة وممتعة وفيها راحة نفسية كبيرة جدا، لكن بنكسل كتير ان احنا نصلي. وقيس ده على حاجات كتيرة جدا بقى في حياتك. فاحنا هنا بندعي ربنا ان يا رب يسر لي الهدى. كل حاجة انت بتتمناها في حياتك دايما بتدعي ربنا بالهداية. في ناس كتير لما تيجي تقول ربنا يهديكم او ربنا يهديك بيتضايق كأنك بتشتمه، مع ان يا عم ربنا يهدينا كلنا، والله احنا كلنا بنرجو الهداية من ربنا. ملخص اللي انا عايز اقوله في الفيديو دوت، وهو ان الدعاء والذكر انا بحبه جدا، بحبه جدا لان انا حصل معايا مواقف كتيرة جدا حسستني بقوة الدعاء، قوة الذكر. سبحان الله دون اي كلام مش منطقي ومش مواقعي. انا بقول لكم اللي انا حاسس بيه واللي انا بعيشه في حياتي. انا لما بقول الاذكار قبل النوم انا بصحى في الوقت اللي انا بحدده، الوقت اللي انا عايزه. انا لما بقول الاذكار وانا خارج من البيت بحس براحة، بحس بطمأنينة كده في يومي وفي حياتي. لما بقول الاذكار قبل اي حاجة انا بعملها في حياتي، والله العظيم والله ويشهد عليا ربنا ان انا ببقى سعيد من جوايا وفي راحة مش طبيعية، ببقى مبسوط. ده اللي انا كنت عايز اوصله في الفيديو ده. وفي اليوم الثالث ليا تحدي اللي انا بعمله، فان شاء الله يفيد حد. وبس بحب ان انا اشارك الحاجات اللي انا بحب اعملها، الحاجات اللي انا بستمتع بيها، الحاجات اللي انا بشوفها فعلا مفيدة ليا واقدر ان انا افيد بيها غيري. لحد هنا نكون خلصنا اليوم الثالث الحمد لله. نشوفكم بكرة ان شاء الله على خير. السلام عليكم، سامحوني لو طولت عليكم.